لو عايز تقبض بالدولار وانت قاعد في مصر فانت محتاج 3 حاجات بس مفيش غيرهم. اول حاجه ان انت يكون عندك مهاره، والمهاره دي انت شاطر فيها، سواء فيديو اديتنج، جرافيك ديزاين، ميديا باينج. تاني حاجه ان انت تكون شاطر في الانجليش، عشان خاطر دي اللغه اللي انت هتكوميونيكيت بيها مع الكلاينتس على ابورك. وتالت حاجه بقى ان انت تكون فاهم منصات العمل الحر زي موقع ابورك، وده اشهرهم واحسنهم، عشان خاطر ما تضيعش فلوس كتير، لان انت بتقدم على الشغل بفلوس دلوقتي. عشان خاطر في حاجه اسمها كونكتس او زي فيرتشوال ماني كده على الابلكيشن. فانا الحمد لله توب ريتد بلس على اب وورك، وبقالي سنه شغال عليه ومحقق ارقام كويسه جدا للناس اللي متابعاني عارفه الكلام دوت. ولو انت يعني شاطر في المهاره بتاعتك، بتعرف تتكلم انجلش كويس، تقدر طبعا تكتب لي كلمه اب وورك في الكومنتات، وانا هساعدك وهبعت لك كل التفاصيل اللي تقدر تخليك تبدا على اب وورك دلوقتي، عشان خاطر يعني تبدا تشتغل، لان عارف ان في ناس كتير عانت في الموضوع دوت. والتركات اللي انا شرحتها للناس بصراحه ساعدتهم جدا، وقدروا بعدها ان هم يشتغلوا على اب وورك بدون اي مشاكل، وما طلعش صعب زي ما هم متخيلين. سلام.